القضيه ديال التقاعد، واخا قال تيجي تيقول لكم هو اللي دار لكم التقاعد زاد عليكم، انا زدت عليكم 3 سنين، زدت عليكم باش تلقاو البركه، لانه كون ما زدتش عليكم داك 3 سنين 2023 كنتو ما غتلقاوش باش دوزوها. فاللي بغيتيو ياك دابا قال لك التقاعد ما مزيانش يحيدوه، ما كاينش اللعب. هذا الشيء الاخوان حساب. جاو عندي الاخوان ديال التقاعد جابوا لي الحساب، قالوا لي السي عبد الله انت 2023 غيتحبس هذا الشيء. درت الاصلاح ديال التقاعد، انا اللي درت لكم الاصلاح ديال المقاصه. دابا كاين العجيب، كاين تيقول لك علاش درتي اصلاح ديال المقاصه؟ لو كان ما درتش انا الاصلاح ديال المقاصه في 3 سنين الاولى ولا 4 سنين الاولى ربحت الدوله ديالكم 100 مليار ديال الدرهم. غتقول لي سي عبد الله ماشي حنا اللي ربحنا، حنا الدوله اللي ربحات. هذا الشيء الله يقولوا شي مغفال، او لا شي مغفال كيحكي لشي مغفال ويتيقوا. الدوله هي نتوما، لا ما كانش عند الدوله الفلوس راه ما كاين لا تعليم لا صحه. وهذا الشيء ما قالوش عبد الله بن كيران، قالوا واحد قريب منكم من بركان، قالوا القجاع، قال لكم لو كان ماشي الاصلاح ديال المقاصه ما يكون لا تعليم لا صحه. وقالوا رئيس الحكومه ملي قلنا له الا كنتي هذا الشيء اللي كتقول ما مزيانش ديال المقاصه حيد هذه المقاصه. قال لك الا حيدنا المقاصه غتثقب الميزانيه. الا تثقبات الميزانيه الاخوان ما كاين والو. وانا كنت باغي نحيد المقاصه ديال البوطه وديال الطحين وديال السكر. تقول لي سي عبد الله كنت غتغلي لنا البوطه، صحيح كنت غنغلي عليكم البوطه، ولكن غنغليها على اللي ما عندوش. اما اللي عنده كنت غنعطيه بوطه مجانا، بوطه واحده في الشهر. كيفاش؟ كنت غنغلي البوطه على اللي عنده الفلوس، اللي عنده باش يخلص. علاش دابا كنخلص البوطه انا؟ علاش الحكومه كتخلص البوطه دابا على الناس اللي 50 مليون 560 مليون؟ كيف؟ اجي اشرح للمغاربه كيفاش درتي. تيقول لك الصفقات الى اخره. كانوا كيخلصوا الادويه، كانوا كيخلصوا 40%، هبطوا لهم ل 2.5%. مزيان، ولكن الثمن ديال الدواء شكون اللي كيقروا؟ الدوله. واش بحال اللي هبطات الثمن ديال الديوانه هبطات الثمن ديال الدواء؟ لا، الثمن ديال الدواء خلاته بنفس الثمن. واش فهمتي ولا لا؟ وكاين اللي هبطوا ل 0%، بمعنى اخر الدواء اللي كيسوى 40 درهم 100 درهم كان كيعطي للدوله 40 درهم ويبيعوا ب 100 درهم، ولا ما كيعطي للدوله والو، ولا كيعطيها 2.5% وكيبيعوا دائما ب 100 درهم. كيف يعقل هذا الكلام؟ طبعا شوف الاخوان ديالنا في البرلمان ما عندهمش المخابرات، ما عندناش حنا المخابرات، ولكن عندهم الشجاعه، عندهم الكبده. ملي كيوصلهم الخبر ديال هذا الشيء راه ماشي بوحدهم كيوصلهم الخبر، ولكن هما ما تيسكتوش. وخصو يفهم السيد وزير التربيه الوطنيه والسيد وزير الصحه. هذا الشيء اللي ذكرت لكم راه بحال قلت لكم انت ولا نقطه من بحر. خصو يعرف باللي العداله والتنميه ما عوالش يسكت، لا وزير التربيه الوطنيه ولا وزير الصحه ولا رئيس الحكومه ولا من يساندهما، حتى تكون الامور واضحه. حنا ما عوالينش نسكتوا. علاش؟ لأن الله تعالى كيقول ولا تبغي الفساد في الأرض. والفساد الإخوان كتعرفوا شنو هو الفساد؟ الفساد راه تيغرق السفينة. الفساد كتكون واحد الفاكهة رائعة، ولكن ملي كتلقى فيها الفساد كتشدها كتلوحها. واش بغيتيو البلاد ديالنا تلاح؟ واخا يكون عندنا الإسلام كشعار، واخا يكون عندنا النظام الملكي، واخا يكون عندنا اللي كان، الفساد إلا ما حاربناش سنضيع وستضيعون. ولكن انتم دابا كبرتيو وشرفتيو، سيضيع اولادكم وبناتكم. كيف يعقل ان السيد وزير العدل يعمل مباراة ويطلع 2000 محامي وملي ينوض الصداع يعاود مباراة اخرى؟ كي دار لها؟ يا اما انتبهتي باللي المباراة كانت فاسدة خاصك تلغيها وتعاود مباراة اخرى مزيان، او لا تقول لا هذه المباراه هي اللي كاينه وانتهى الكلام. ملي عاودتي مباراه اخرى، كل ما درتي مباراه غينوضوا الناس يقولوا لك هذه فيها الفساد وخصك تعاود مباراه اخرى. مشينا بحالنا. غير مؤخرا دابا عاوتاني جاو قال لك تثمين عمل المراه، الا سمعتي لهذا الشيء. دابا كاينه المشكله ديال المدونه. دابا الزواج باقي عندكم الزواج هنا في هذه الوجده؟
العراسات صافي، هذوك العراسات كانوا ممتازين عندكم صح، احنا في الضيله. هذه مصيبه هذه. البنات اش كيقولوا لي البنات؟ تيقول لي يا حبيبي ما جا حتى واحد. الاولاد تيقول لي بلاتي عليا عمي بلاتي باقي، حتى واحد ما باغي يتزوج، ما عرفتوا واش بردوا ولا شنو وقع لهم، الله اعلم شنو وقع. ماشي بردوا قلاصاو قلاصاوهم نايضين باش ينوضوا قربايله بين الرجال والنساء. بغاو يغيروا المدونه، بغاو يغيروا العلاقات بين الرجل والمراه، بغاو يغيروا شرع الله، ما تواجهنا معهم. دابا قال لك اسيدي تثمين عمل المراه، تيجيو لديك المراه المسكينه اللي قانعه هي وراجلها بداك البركه، فهمتيني ولا لا؟ واللي هي اللي معيشه ذاك الاسره. لان المراه اللي قالت لي واحد النهار واحد السيده في القطار قالت لي انا ملي ما كنلقى ما ندير في الدار كنجبد الطحين وكنصوب لولادي الملاوي وكنصوب لهم براد ديال اتاي وكنحطوا لهم وتيجيو تياكلوا وهما ناشطين مع ريوسهم. هادشي كاين في اوروبا، المراه تصوب لك الملاوي وتكب لك كاس ديال اتاي، فهمتي ولا لا؟ كاين عند المغربيات اي ولا كنهضر معاك، فهمتي؟ المراه دابا شويه بدا يقول لكم بعيالاتكم سير جيب الماكله من عند طاكوس ولا ماكدونالد ولا من، فهمتي؟ كيظهر لي بداو دابا قال لك اسيدي المراه اللي جالسه في الدار تتخدم خصنا الخدمه ديالها نديروا لها ثمن. دابا هاد العيالات اللي خدموا منذ ادم عليه السلام وهما مقابلين ولادهم ورجالاتهم والعائلات ديالهم هادو ما عاشوا بلا ثمن. ما قدكمش ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالام 3 مرات ثم اوصى بالاب في الرابعه. قال له من اولى الناس بعشرتي يا رسول الله، بحسن معاملتي يا رسول الله؟ قال امك. قالت ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. فهمتي ولا لا؟ جايين دابا يديروا لها الوسواس في ودنها، تبدا تقول حتى هي مسكينه وبصح عندهم الحق، وانا من الصباح وانا خدامه، ها الفطور ها الغداء ها العشاء ها الماعن ها الصابون ها طلع للسطح ها هبط ها نشر ها ما نعرف شنو، اش كيطلع لي من هذا الشيء كله؟ غتبدا المراه تسال اسئله قال لك اش غيديروا لها؟ غيديروا لها واحد الاجره شهريه، ولا الراجل ما عندوش ملي يموت تاخذ ذاك الاجره الشهريه ديالها. وضربوا الحساب واش عندكم الفلوس باش تخلصوا عيالاتكم ولا لا؟ الا داروا لها غير 1500 درهم في الشهر، خاصكم 18000 درهم في العام، كل واحد عنده 30 40 عام مع المراه، فهمتيني ولا لا؟ انا بعدا ما عنديش باش نخلصها نكذب عليكم نعاود الحساب. وهذا الشيء هذا غادي ينوض صداع بين الورثه، بين خليو الام مالكه. الام كدوز الصعوبه ملي كتكون يلا خدات الراجل وتيكون هو باقي صغير وباقي قوي وباقي وشويه غير كيبداو يكبروا الدراري تيحني الراس وشويه. انا كانت عندي واحد السيده بنت عمي كان راجلها كيضربها كيدير لها يهرس الطبله الى اخره، كان عصبي مسكين. غير كبروا الاولاد ناضلوا واحد الولد قال له شوف الوليد باقي تقيس يديك في الوالده من اليوم غادي ننضوا ليك. من ذاك النهار هي الملكه، مات زوجها رحمه الله ولا تزال ملكه الى اليوم. هذه هي الام في المجتمع ديالنا. اش غادي تعطيوها نتوما؟ اعطيوها غير اتساع. دابا جايين قال لك بالتعاون مع الاسبان باغيين يدخلوا لينا العائلات ديالنا. اسيدي اش جاب الاسبان العائلات ديالنا؟ الا بغاو الاسبان يديروا فينا خير يردوا لنا غير سبتهم ليليا. ودابا داخلين معنا في عيالاتنا، واش واعيين نتوما ولا ما واعيينش؟ دابا واش هاد الهضره اللي تنقول لكم دابا واقيلا كضحكوا عليا ماشي كضحكوا معايا. دابا ولادكم قولوا لي كي غيديروا يعيشوا هاد ولادكم، كي غيديروا يعيشوا ولادكم وبناتكم، كي غيديروا يعيشوا. من النهار الاول غيبدا الحساب. انا شفت بعينيا في دوكيومونتير الا باقي كنتذكر كندي، الراجل كيقيد شحال خسر والمراه كتقيد شحال خسرات. اولا النهار اللي يجيو يتفرقوا كل واحد يجيب لي فاكتور ديالو،
يقولوا ها شحال خسرت انا، شحال خسرتي انت، كنتسالك كتسالني الى اخره. هذه ما بقاتش عائله، هذه ولات تجاره ديال العديان. حتى التجاره ديال الاحباب ما تيكونوش تيديروا الحساب بزاف، كيديروا الحساب شويه، والا التجاره هي اولا قبل كل شيء مبنيه على الثقه. فهذه الحكومه هذه راها مطمسه. انا نقول لكم حتى تكون الامور واضحه، وراه هي غاديه بنا للخسران، وراه الوزراء ديالها بعدا واحد القضيه انا ما كنتش كنعرفهم، دابا وليت كنعرف وزير الصحه ووزير التعليم بالفضائح اللي كيديروا. الاخرين ما كنعرفهمش، كنعرف القدام صحابي هذوك اللي كانوا معايا، وزير الاوقاف، وزير الداخليه. هذا وزير الداخليه كان ملي كنت انا كان والي، هو في الحقيقه طلع وزير الداخليه لانه دابز مع العداله والتنميه. هذه هي الحقيقه، هي واخا انا علاقتي معاه مزيانه، وتنقول له زعما السيد الوزير زعما ما تبالغش، الا كنا خسرنا صحيح، ولكن حتى انتم قال له يدي يد القابله يخرج الدري، ياك ولا لا؟ حتى انتم درتيو شغالكم مزيان ماشي شويه. لما ديتيو لنا تكونوا ديتيو لنا شي 20 ولا 30 مقعد. وشوف واش خرجتي ذاك القانون ديال التشكيك باش تجي ديني للحبس ولا مازال. هذا هو الواقع والذي يعرفه الجميع. والا شرحوا لي علاش ديتيو لنا المقعد ديال المكناس، ياك انت جيت انا وجيتي وخرجتيهم من الدخيسه مسكينه، ذاك الدخيسه ولات مشهوره، عطاتهم 7000 صوت. عندكم انتم هنا شي مكتب ولا شي قريه صغيره كتعطي 7000 صوت، انتم اللي وجده كاع الدخيسه فاتكم. واش فهمتي شي حاجه من الشيء اللي كنقول لكم ولا؟ والله يجعل البركه. صافي راه سالينا. بدك نعاس ولا؟ واش ساليتي ولا لا الا بغيتي نكمل نزيد. لا انا ساليت، الحقيقه هي هذه.